السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب، مدرسة الدايموند ضد مدرسة الديرت. وخلينا نعمل مقارنة سريعة بينهما. خلينا اوريكم يا شباب هناك همت دول مزرعة مع مدرسة الدايموند ضد مزرعة الديرت. خلينا معانا كل ادواتنا ومجهزين كل الادوات ومعانا اكلنا اللي راح يكفينا. خلينا ناخد هاي. ماشي، يلا بينا نروح ونشوف مدرسة الدايموند. يلا بينا، ليتس جو يا حبيبي. خليني افتح هذا كذا الباب واخرج واروح الى مدرسة الدايموند الاسطورية. وهذه مدرسة دار طبعا عارفين اني اللي احنا طبعا، وهي مدرسة الدايموند لانها الاغلب والاكثر شياكة. وراح يا شباب نقيمهم على حسب واحدة للتعليم والكلش الأصح حاجة اللي فيها، يعني ده أول تقييم. وتاني تقييم على الشكل يعني والديزاين. خلينا نشوف ونروح. اوه، اوه يا شباب، تلاحظون ليش ما في ترابيزين؟ ماشي، ماشي عشان نعدي مثلا، والله ما اعرف. خلينا هنا نشوف. ايوه شوية هنا كتب مليئة بالكتب. وهنا ايوه يا حبيبي، ليتس جو. ماشي. بص الصراحة الديزاين حلو، خلينا نشوف. لسه ما كملناش برضه بقية الأوض عشان نحكم على الديزاين كامل. اوه دي وده يعني كده ماشي، دي تقريبا خاصة. ودي على ما اعتقد اوضه المكتبه، بتقعد هنا تقعد تقرا بقى كده، ودي ترابيزه في النص. مم. ايوه معموله بالتراب سيستم. مش الصراحه شيء جامد، فانا هديها الصراحه يعني النقطتين. النقطتين هياخدوا لمدرسه الدايموند، لان اعتقد مدرسه الدايموند سوف تكون احلى شيء في التعليم. تعليم يا شباب، والله هتقولي في تعليم في ماينكرافت، اقول لك هو كده هو كده هو ده تقييم. طبعا ما على التعليم وعلى الديزاين يعني 2 بوينت. خلينا أذهب وأشوف مدرسة الديرت. يلا بينا، يلا خلينا نشوف. الأرضية بالديرت، هناك الأرضية من الأبيض كوارتز. خلينا نشوف. ديرت، ماشي. أنا باب مثل بيت دايما، ليش ما أعرف. أوب، وات، ايش انا قاعد في دار، قاعد في دار فلاحي. يا شباب شيء جامد، حلو 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 حلو. وانا الكتب إيه ده والله حلو، والله حلو. اعتقد لا 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 لا، اني غيرت رأيي يا شباب، والله اني غيرت رأيي. تخيلوا راح ادي كامل لمدرسة الديرت ومدرسة الدايموند. الدايموند كمان عارفين اخدناها 2 بوينت، مدرسة الديرت برضو 2 دايموند. تقول لي والله والله، والله يا شباب. بس يا شباب دي كانت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.